السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اسفين على التأخير، بس التأخير اللي كان لداعي المرض، الدور اللي ماشي في الجو ده. طيب عشان ما نخشش في تفاصيل وعشان ما نضيعش الوقت عليك، يلا بينا نبدأ نحل على طول في الدعامة في الإنسان. السؤال الأولاني في الدعامة في الإنسان في كتاب التفوق بيقول: إذا كان الشكل المقابل يعبر عن الفقرة الظاهرية الأخيرة، فماذا يحدث عند غياب التركيب واحد؟ تعال نبص مع بعض إيه هو التركيب واحد. قال لك ده بالنسبة لي الفقرة الظاهرية الأخيرة، يعني بنتكلم ليه على الفقرة رقم 19. طيب التركيب رقم واحد ده بالنسبة لي مين؟ النتوء الشوكي. طيب إيه اللي يحصل لي عند غياب النتوء الشوكي؟ عدم حماية الحبل الشوكي ولا خلل في التمافصل مع الضلع الأخير؟ النتوء الشوكي ما بيعملش ليه تمافصل، فبالنسبة لي دي غلط، وخلل في التمافصل برضو غلط، وخلل في التمافصل غلط، ولكن النتوء الشوكي بيعمل لي على حماية الحبل الشوكي. حتى السؤال اللي احنا لما نيجي نقول لو حصل لي عند الجنين مثلا حصل لي بروز او خروج لي الحبل الشوكي من القناة العصبية وبين لي في الظهر، ده يرجع لي الى خلل او الى عدم تكوين النتوء الشوكي. فالنتوء الشوكي ده ما بيحصلش له عملية التمافصل، ولكن بيحمي لي الحبل الشوكي. طيب السؤال اللي بعده بيقول: جميع الفقرات التالية لا توجد ضمن منطقة الرقبة، يعني مش موجودة ليا تبع منطقة الرقبة. مين اللي مش موجودة ليا تبع منطقة الرقبة ديت؟ بالنسبة للفقرة العنقية الأولى. طيب دي بالنسبة للفقرة العنقية التانية، دي بعد كده التالتة. دي الأشكال، دي التلات أشكال اللي موجودين عندي في الفقرات العنقية. فبالنسبة لي ده الشكل الوحيد اللي مش موجود عندي في الفقرات العنقية، أو اللي مش موجود عندي في منطقة الإيه؟ الرقبة، اللي هي الفقرات الظهرية. يبقى الإجابة تبقى بالنسبة لي د. السؤال رقم 27 بيقول لك: أي البدائل التالية تعبر عن اتجاه انحناء فقرات العمود الفقري من الأمام؟ طيب هو بيتكلم على من الأمام، فبيتكلم ليه عن الفقرات العنقية. طبعا انت واخدها أمام خلف أمام، ولكن انت عندك ممكن لفظ زي اللفظ حاجة اسمها محدب ومقعر. يعني ايه محدب ومقعر يا أستاذ؟ حضرتك واخد في سنة تالتة إعدادي حاجة اسمها المراية المحدبة المرايا المقعرة. المرايا المحدبة بتكون عبارة عن وجه الكرة من الخارج. يعني لو عندي دايرة كده، تعال نكملها الدايرة. لو أنا عندي دايرة كده، وجه الكرة وجه الدايرة من الخارج ده، من الخارج كده، ده بالنسبة لي لما الضوء ينزل من هنا كده، وانا عندي المرايا هي اللي جهة الخارج، جهة الخارج كده، فده بالنسبة لي مرايا محدبة، شكلها بيكون عامل ليها زي الكوز كده. طيب عندي بقى اللي هي المرايا المقعرة، اللي هي بتكون ليها عاملة ليها كده. تمام. يبقى انا عندي الوجه المحدب اللي هو للفقرات مثلا العنقيه. طيب الوجه المقعر الفقرات الصدريه. الوجه المحدب الفقرات الفقرات القطنيه. الوجه المقعر الفقرات الايه؟ العجوزيه. يبقى ساعتها تبقى ليا اجابه ج. وقلت لك في حاجه زي كده بتاعت الانحناء واحده واحده: امامي خلفي محدب مقعر محدب مقعر. تمام. طيب السؤال بيقول لك: اي المقاعد التاليه تتلائم بشكل افضل مع البنيه التشريحيه للعمود الفقري؟ طيب انت طبعا العمود الفقري شكله التشريحي الانحناءات بتاعته عامله ازاي؟ عامل ليها كده كده كده. ماشي. تعالى لا نمسح كده الحته اللي احنا عملناها ديت، وبعد كده نرجع نرسمه من تاني. اشكال الانحناءات بتاع العمود الفقري عامل ازاي؟ ادي كده، واروح عامل كده، واروح عامل كده، واروح عامل كده. حلو. اللي هو امام خلف امام خلف. طيب مين انسب في الكرسي ده؟ مين انسب من الكراسي دومت من خلال الانحناءات اللي احنا عملناها للعمود الفقري ده؟ هل الكرسي ده؟ لا، ده واحد كده مره واحده، وده غلط. هل الكرسي ده؟ ايوه فعلا بقى. هتبص كده هتلاقي عندك الحته ديت الامام بتاعت الرقبه، ودي الانحناء بتاعها بتاع العمود الفقري، وهتلاقي واخده ليها الجزء الامام، وبعد كده الجزء الثاني الرجل اللي هو هينزل ليها لتحت ديت. فافضل كرسي هيكون ليا للانحناءات بيتلائم ليا مع الشكل التشريحي بتاع العمود الفقري يبقى ج. طبعا مش هينفع معايا ولا د. يبقى الشكل بالنسبه لي مين؟ د. هي في الشكل بالنسبه لي باء. السؤال رقم 29 بيقول لك: اي الفقرات التاليه اكثر عرضه لحدوث انزلاق غضروفي بينهم؟ طيب ركز معايا كده. اكتر فقرات غضروفيه حدوثا للانزلاق الغضروفي هي الفقرات القطنيه، هي الفقرات الايه؟
القطنية. طيب الفقرات القطنية ويليها مين؟ الفقرات العنقية. ويليها مين؟ الفقرات الظهرية. طب ليه يا أستاذ مش الفقرات الظهرية قبل العنقية؟ لأن الظهرية بتكون مدعمة ليا بالضلوع اللي بتكون موجودة عندي في القفص الصدري، فالأكثر عرضة للانزلاق بعد القطنية هي العنقية. طيب هو السؤال بيقول لك إيه؟ أي الفقرات التالية أكثر عرضة لحدوث انزلاق غضروفي؟ يبقى بدور على القطنية دلوقتي. الفقرات التي ترتكز عليها الجمجمة هي بتتعرض لانزلاق غضروفي بس مش اكتر واحده، يبقى بالنسبه لي غلط. الفقرات التي تشارك في تكوين بتتعرض لانزلاق الغضروفي بس مش اكتر واحده. الفقرات التي تواجه الاحشاء او الامعاء او الفقرات اللي بتكون موجوده ليه في منطقه البطن وهي الفقرات القطنيه، ايوه ديت اكثر عرضه للانزلاق الغضروفي، يبقى الاجابه فعلا هي ج. طيب السؤال اللي بعده اللي لسه قايلين عليه من شويه، الشكل المقابل يعبر عن حاله سبين بيفيد، وهي حاله تنشا من عدم اكتمال احدى اجزاء الفقره العظميه مما يؤدي الى خروج الحبل الشوكي من القناه العصبيه. قلنا من شويه ان كان عندك في اول سؤال خالص قلنا لو خرج ليا الحبل الشوكي خرج ليا من الظهر من العمود الفقري او خرج ليا من الفقره، يبقى اكيد الخلل ده يرجع لعدم تكوين مين؟ النتوء الشوكي، لان هو اللي موجود عندي فين؟ في الظهر. النتوء المفصلي الامامي غلط، جسم الفقره غلط، النتوء المفصلي الخلفي خلل، هيبقى بالنسبه لي النتوء الشوكي لانه خارج ليا في منطقه الايه؟ الظهر، وهي ديت اللي هتكون فيها النتوء الشوكي. سؤال رقم 31 بيقول من خلال دراستك للشكل المقابل اي مال ينتج من حدوث تآكل في التركيب س؟ تآكل في التركيب س ده اللي هو الغضروف. طيب لو حصل ليا تآكل في التركيب س هيحصل ليا احتكاك او تآكل ما بين العظام، الفقره اللي فوق ديت والفقره اللي تحت دي. طيب ايه اللي هيحصل بقى لما يحصل ليا احتكاك ما بين الفقرتين دولت؟ هيحصل ليا الم في الظهر. الم في الظهر ده هيأثر ليا على برضو الجزء الايه؟ السفلي. طب هيأثر ليا على الجزء السفلي ازاي؟ ما هو ما بين الفقرات ديت بيكون عندي حاجه اسمها قناه عصبيه بيمر منها حاجه اسمها الحبل الشوكي. طبعا دي فقرات عنقيه فبيمر منها اعصاب، لان الحبل الشوكي اخره هنا الفقره القطنيه الاولى، الفقره القطنيه الاولى او الثانيه. تمام؟ يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ حدوث الم في الظهر والطرف الايه؟ السفلي، حدوث قطع في الحبل الشوكي. اصلا الحبل الشوكي ما عادش موجود هنا، بقى الاعصاب بقى ازواج الاعصاب. حدوث الم في الرقبه، ودي مش رقبه يبقى ده غلط وده غلط. حدوث صعوبه في حركه الراس، دي مالهاش علاقه بالراس، ده بالنسبه لي الجزء دي بالنسبه لي القطنيه او اللي موجوده امام الاحشاء. الصوره مش واضحه ليه كده؟ طيب هنحاول ان احنا نجاوب. اذا كان الشكل المقابل يعبر عن الفقره الظهريه الاخيره فماذا يحدث عند غياب التركيب واحد؟ مش عارف ده واحد ده ولا 4، بس تقريبا شكلها 4. طيب تركيب رقم 4 ده فوق كده، يبقى ده نتوء مفصلي امامي. وقال لك ده فقرة ايه؟ ده الفقرة الظهرية الأخيرة. يعني الفقرة الظهرية الأخيرة رقم 19 بتتمفصل ليا رقم 19 ديت من النتوء المفصلي الأمامي دي مع رقم 18، يبقى يحصل ليا خلل في التمفصل مع رقم 18. عدم حماية الحبل الشوكي غلط، ده قلنا النتوء الشوكي. خلل في التمفصل مع الضلع غلط، الضلع بيتمفصل مع النتوء المستعرض وجسم الفقرة. خلل في التمفصل مع الفقرة القطنية الأولى، لا، الجزء اللي النتوء المفصلي الخلفي هو اللي يتمفصل مع الفقرة القطنية الأولى. طيب خلل في التمفصل مع الفقرة 18 فعلا. طيب يا أستاذ أنا عاوز أفهمها أكتر، عندك مثلا الفقرة دي وعندك ده فقرة وعندك دي فقرة. حلو، الفقرة احنا قلنا الفقرة الظهرية دي كام؟ الأخيرة، لا رقم كام؟ 19، ودي رقم 18، ودي رقم 20. حلو، رقم 19 ده هتتمفصل مع 18 بكام؟ بالنتوء المفصلي الأمامي بتاعها. حلو، والنتوء المفصلي الخلفي يتمفصل ليه مع رقم كام؟ 20. يبقى الإجابة خلل في التمفصل في الفقرة مع الفقرة رقم 18. طيب السؤال اللي بعده، إذا كان فقرتان في الشكل المقابل لمتتاليتين في العمود الفقري فأي الأجزاء الموضحة يمكن أن تمثل سطح تمفصل ما بينهما؟ سطح تمفصل يعني بيتكلم ليه عن نتوء مفصلي أمامي أو نتوء مفصلي خلفي. طيب أنا عندي ده رقم 1 ده نتوء مستعرض، رقم 2 ده قناة عصبية، رقم 3 ده نتوء شوكي، ورقم 4 نتوء مفصلي خلفي. يبقى هو الوحيد اللي يشكل ليه تمفصل ما بين الفقرات يبقى هو رقم 4، لأن واحد النتوء المستعرض مش هيشكل ليه تمفصل ما بين الفقرات، لأن التمفصل ما بين الضلوع قناة عصبية بتمر منها حبل شوكي. 3 نتوء شوكي بيكون موجود في منطقة الظهر وما بيتمش عملية التمفصل معاه. رقم هو نتوء مفصلي خلفي هو الوحيد اللي يتم ليه عملية التمفصل معاه. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول، السؤال اللي بعده بيقول في الشكل المقابل أي العبارات التالية صحيحة؟ طيب بص كده،
الشكل ده بالنسبة لي ده فقرات ايه؟ والله العظيم عنقية. عرفت منين ان هي عنقية؟ اولا س ديت اول فقرة، مفيش هنا في الحتة ديت ما بين الفقرتين مفيش غضروف، يبقى عرفت ان ده اول فقرة عنقية. غير كده ان انا عندي الفقرة عين ديت اللي وصلت لها ديت بدأ ان يظهر لها ضلوف، او ده في اول فقرة ظهرية، يبقى بالتالي ديت الفقرات ديت كلها فقرات ايه؟ عنقية. طيب 1 2 3 4، الفقرة صاد ديت رقم 4. طيب رقم 4 ديت بتكون منصفة للعمود الفقري. يعني ايه منصفة؟ يعني انا عندي كام فقر منصفة للفقرات العنقية، اسف، عندي كام فقرة عنقية؟ 7. عد كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7. فين الفقرات في الفقرة المنصفة للفقرات العنقية؟ رقم 4. عرفت ازاي يا استاذ؟ 3 فوق و3 تحت. تمام، فعندي 3 فوق و3 تحت، اذا الفقره رقم 4 هي المنصف. العظمه س ترتكز على كرسي غضروفي، لسه قايلين ان ما فيهاش كرسي غضروفي ما بين الفقره العنقيه الاولى والثانيه، يبقى ده غلط. العظمه ص تنصف الفقرات العنقيه، ده اللي صح بالنسبه له، قلنا ص ديت بالنسبه لي رقم 4، والرقم 4 بينصف ليها الفقرات العنقيه. السؤال رقم 435، أي فقرات الجسم أكثر عند الانزلاق الغضروفي عند رفع الثقل؟ دي طبعا قلنا فيها اللي هي هتبقى بالنسبة لي القطنية. عند رفع الثقل كده بيشيلوا غلط، واحنا قلنا إن لما يجي يشيلوا يرتكز ليه على رجله الأول عشان يكون الضغط كله على الإيه؟ على الرجل. طيب ادرس الشكل المقابل جيدا ثم أجب أي وضعيات الجلوس صحيحة ولماذا؟ رقم 1 ولا رقم 2؟ طبعا وضعية الجلوس صح هي رقم 1. الراجل فارد جسمه، واخد انحناءات العمود الفقري اهو للامام العنقيه، بعد كده للخلف الظهريه، بعد كده للامام وقاعد. تمام، يبقى القاعده المظبوطه هي رقم 1. اما رقم 2 ده عامل ليا حاطط مادد ليا دماغه شويه، فعمل ليا ضغط على مين؟ على الفقرات العنقيه. تمام، يبقى 1 هي اللي معايا اللي صح، يبقى 2 غلط. 2 غلط. 1 لان الضغط على الفقره العنقيه يزيد، يعني هل هي عشان انا قاعد صح وهيبقى ليا 1 صح عشان هزود الضغط على العنقيه؟ طبعا لا، هقلل الضغط على العنقيه. يبقى الاجابه ايه؟ ج. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الرسم المقابل يوضح قطاعا عرضيا في احدى اجزاء الجسم، رقم الفقره الذي يمثل الحرف س. سؤال سهل ما فيهوش اي حاجه. طيب انت عندك س ديت رقم الفقره، وعندك هنا رئه، وعندك هنا القلب. طيب مين الفقرات اللي بتكون قصاد الرئه والقلب؟ والله الفقرات الظهريه. طيب اشكال زي ديت احنا بنعرفها من خلال الحاجه اللي قدام. الفقره ديت تعتبر ليا ايه؟ طيب انا قصاد القلب وقصاد الرئه، يبقى انا بتكلم على تجويف القفص الصدري. طب مين اللي بيخش في تجويف القفص الصدري؟ الفقرات الظهريه. طب لو انا كلمتك جيت ووريتك شكل امعاء او احشاء، يبقى ده بالنسبه لي فقرات قطنيه. تمام، لو كلمتك بقى على قصبه هوائيه وموجوده عندي في الرقبه والكلام ده، يبقى انا بتكلم لك على فقرات عنقيه. اما هنا بتكلم لك على رئه وقلب. مين اللي قصاد الفقرات اللي قصاد الرئه والقلب؟ الفقرات الظهريه. رقمها من كام لكام؟ من 8 ل 19. فين الرقم اللي من 8 ل 19؟ 5 غلط، 12 دي اللي صح، 21 غلط، 26 غلط. تمام. السؤال اللي بعده، ما النتيجة المترتبة على التقوس الحادث في انحناءات العمود الفقري في الشكل المقابل؟ طيب هتبص كده على انحناء العمود الفقري، هو للأمام هنا شوية ماشي، حصل ليا للأمام العنقية تمام، بس التقوس بتاع للخلف بتاع الفقرات الظهرية مش قوي، يعني ما حصلش ليا تقوس قوي. تمام، فبالتالي لما التقوس اللي ما حصلش الجامد اللي هو للخلف ده هيأثر ليا على عملية مين؟ أثر ليا على عملية التنفس. هيأثر ليه على عملية مين؟ التنفس. حلو. طيب تعالى نشوف بقى كده. وطبعا الفقرات القطنية الانحناء بتاعها طبيعي، وعند الفقرات العجوزية الانحناء برضو بتاعها ايه؟ طبيعي. طيب تعالى نشوف بقى ايه اللي هيأثر عليا. عدم القدرة على الجلوس، لا هيجلس عادي، عندي الفقرات العجوزية كويسة، يبقى غلط. صعوبة التنفس، ده اللي احنا بنتكلم فيه، عشان بالنسبة لي الانحناء المشكلة عندي في الفقرات الظهرية. طيب السؤال رقم اللي بعده، من خلال دراستك للشكل المقابل أي الفقرات التالية يغيب عنها التركيب س؟ تركيب س ده بالنسبة لي مين؟ نتوء مفصلي خلفي. التركيب س ده مين؟ نتوء مفصلي خلفي. طيب النتوء المفصلي الخلفي هل موجود في الفقرة التي ترتكز عليها عظام الجمجمة؟ موجود عندي، اللي هي الفقرة العنقية الأولى موجود فيها نتوء مفصلي خلفي. طيب أكبر الفقرات الملتحمة حجما اللي هي الفقرة رقم 25 اللي هي الفقرة العجوزية الأولى فيها نتوء مفصلي خلفي؟ لا، يبقى إذن الإجابة دي بس فيها نتوء مفصلي أمامي يتمفصل ليها مع النتوء المفصلي الخلفي للفقرة رقم 24 اللي هي الفقرة القطنية، بس ما عندوش خلفي. تمام، الفقرة المتمفصلة التي
تحمل اكبر ضغط. طبعا فيها نتوء مفصلي خلفي اللي هي الفقره 24. فقره موازيه للاذين الايمن اللي هي الفقرات الظهريه برضو تحمل لها نتوء مفصلي خلفي، فبالنسبه لي برضو غلط بالنسبه للسؤال. طيب يبقى الاجابه تبقى بالنسبه لي باء. السؤال اللي بعده نخش في اسئله الجمجمه والقفص الصدري. سؤال زي ده جه فكرته قريب من فكرته في امتحان الدور الثاني من يومين بالظبط او من 3 ايام. جه فكرته بيقول لك هي الفقره العنقيه بتتصل ليه بالثقب الكبير ولا بالجزء المخي؟ طبعا هتتصل بالجزء المخي، لان الثقب الكبير عباره عن فراغ، فبتتصل ليها بالايه؟ بالجزء المخي. وفكرتها موجوده عندك في كتاب التفوق اهو، بيقول لك ادرس الاشكال التاليه ثم يجب اي تركيب تتمفصل مع الفقرات العنقيه الاولى. هو عاوز مين اللي بيتمفصل ليه مع الفقره العنقيه الاولى؟ الفقره العنقيه الاولى بتتمفصل ليه مع الجزء المخي اللي هو رقم كام؟ رقم 1 او الجزء المخي او الجزء الخلفي اللي هو رقم ايه؟ 1. طيب ومين كمان يا استاذ؟ ورقم 4 اللي هي ايه دي يا استاذ؟ دي الفقرة العنقية التانية. يبقى تمفصل ليا من فوق من اعلى كده بالجزء المخي. طيب رقم 4 بالفقرة العنقية الايه؟ الثانية. يبقى الاجابة هتبقى ليا ايه؟ باء. وده سؤال جت فكرته في امتحان الدور الثاني من يومين بالظبط. طيب السؤال رقم 41 بيقول لك اي الاشكال البيانيه التاليه تعبر عن تغير في نسبه كل من الانسجه الليفيه والانسجه العظميه في الجزء الخلفي من الجمجمه بمرور الزمن في طفل حديث الولاده. الجزء الخلفي من الجمجمه بمرور الزمن. طيب انت عارف ان بمرور الزمن كل ما يزداد ليا الزمن كل ما بيزداد ليا الانسجه العظميه، بتتحول ليا الانسجه الليفيه الى انسجه عظميه، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيزداد ليا الانسجه العظميه وبتقل ليا الانسجه الايه؟ الليفيه. يبقى الاجابه هتبقى بالنسبه لي الاجابه مين؟ جيم. يبقى الاجابه ايه؟ جيم. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا علمت ان وظيفه قنطره فرول، فاكر قنطره فرول بقى والنخاع المستطيل سنه ثانيه، تركز سنه ثانيه. طيب قال لك ايه بقى؟ اذا علمت ان وظيفه قنطره فرول هي نقل السيالات العصبيه من الحبل الشوكي الى المخ من اجل التحكم في الافعال الانعكاسيه الاراديه، فاي اجزاء الهيكل المحوري يساعد على اداء هذه الوظيفه؟ طيب مين اللي من اجزاء الهيكل المحوري اللي بيساعد ليا على نقل السيالات العصبيه من الحبل الشوكي الى المخ؟ مين اللي بيعمل ليا كاداه اتصال؟ يعني بيوصل ليا الحبل الشوكي من المخ. هل الجزء الجبهي يعني وشي؟ لا طبعا. الفقرات الصدريه؟ لا، الفقرات الصدريه بتعمل ليا على حمايه الحبل الشوكي. الفقرات العنقيه بتعمل ليا برضو على حمايه الحبل الشوكي. اما اللي بيوصل ليا الحبل الشوكي اللي جاي اصلا من الفقرات العنقيه للمخ هو حاجه اسمها الثقب الكبير اللي موجود عندي في الجزء المخي. تمام. السؤال اللي بعده رقم 43 في الشكل المقابل اي ممالك قد يمثل 1 و2 على الترتيب. بص ركز معايا كده، عندك 1 ده فقره، 2 ده بالنسبه له ضلع وضلع قصير وما عنديش عظمه القص ومش متصل ليا بعظمه القص. حلو. طيب فانا بالنسبه لي ده ضلع قصير. الفقره الظهريه 19 دي بالنسبه لي الفقره الظهريه 19 والضلع ال11. هل اصلا الفقره الظهريه 19 بتتصل ليها بالضلع ال11؟ فبالنسبه لي الاجابه ده غلط. لا، لان الفقره الظهريه 19 بتتصل ليها بالضلع 12. طيب الفقره 12 بالضلع 5. هو الفقره 12 بتتصل ليا بالضلع 5 وكل حاجه، بس الضلع 5 بيكون متصل ليا بالايه؟ بعظمه القص، وما فيش هنا اتصال لعظمه القص، بالنسبه لي غلط. الفقره 10 بتتصل بالضلع 10 غلط. يبقى الاجابه تبقى بالاستبعاد هتبقى ليا الفقره 19 والضلع 12. وهنأكد الاجابه اكتر. تعال نبص كده ونوزنها. الفقره 19 ديت مين؟ اخر فقرات العمود الفقري اللي بتتصل ليا مين؟ بزوج الضلوع العائم الثاني. طيب زوج الضلوع العائم الثاني قصير ولا مش قصير؟ قصير. هل بيتصل بعظمه القص ولا لا يتصل بعظمه القص؟ لا يتصل بعظمه القص. اذا الاجابه هي د، قصير ولا يتصل بعظمه الايه؟ القص. اذا علمت ان الفقره التي امامك بالرسم هي الفقره 17 فاي البدائل التاليه لا تعبر عنها؟ يعني لا تعبر عن الفقره دي. طيب لو فقره 17 تتمفصل مع الفقره رقم 18 بواسطه التركيب 3 و6. طيب التركيب 3 والتركيب 6 يعني تتمفصل تتمفصل مع الفقره رقم 18. يعني ادي 17 وتحتها 18 فعلا. يبقى لو دي 17 هتتمفصل ليها مع النتوء المفصلي الخلفي وجسم الفقره. دي صح ماشي، تعبر عنها. تنصف العمود الفقري واتصل بها زوج الضلوع العاشر. فعلا تنصف العمود الفقري واتصل بزوج الضلوع العاشر، لان احنا قلنا ان لو عاوز اعرف الفقرات بجيب زوج الضلوع بزود عليه ايه؟ 7.
تمام. تنصف الفقرات الظهريه. اصلا الفقرات الظهريه ملهاش منصف لانها عدد زوجي اللي هو 12، فبالتالي الاجابه دي على طول اللي هي الاجابه ايه؟ ج. تمام. تتمفصل مع الفقره رقم 16. الفقره رقم 16 اللي هي قبلها بدل ما يحط لك بقى 3 يحط لك بقى الجيل النوت المفصلي الامامي اللي هو مين؟ رقم 2. صح؟ 2 و6 فعلا. يبقى الاجابه هنا هتبقى ليها ايه؟ دي هتبقى غلط بالنسبه للسؤال، يبقى الاجابه هتبقى ليها ايه؟ ج. الشكل المقابل يمثل منظر جانبي لإحدى عظام القفص الصدري. كنت بنبه دايما في حصصي مع طلابي على الأشكال زي دي. ادرسوا ثم أجب. الضلع الذي يتواجد عند الموضع س يتمفصل مع الفقرة رقم كام؟ طيب أنت المفروض هتروح تجري على طول وتحسب ليا اللي فوق ده 1 2 3 4. ده غلط وفي ناس كتير بتقع فيها. ليه؟ لأن عظمة القص بتتصل ليا من الأعلى ديت بيمثل ليا مين يا أستاذ؟ الترقوة يا أستاذنا. فانا مش هحسب ليا الترقوه لانه بيتكلم لك على الضلع يا استاذ. الضلع ده هيتصل ليا بالفقره رقم كام؟ والترقوه ما بتتصلش ليا بفقرات. فانا هاجي هعد من تحت الترقوه، ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4. س ده بيمثل ليا كام؟ 4. النتوء رقم 4. طالما النتوء رقم 4 يبقى ده الضلع رقم 4. طيب طالما الضلع رقم 4 يبقى انت عندك القانون س زائد 7، يبقى 4 زائد 7 هيساوي ليها كام؟ 11. 4 زائد 7 هيساوي ليها كام؟ 11. يبقى الاجابه هتبقى بالنسبه لي ايه؟ ج. نركز في الاشكال دي ونعمل حسابنا في الترقوه اللي بتكون متصله ليا في الجزء العلوي من عظمه القص. اول نتوءات متصله ليا بالجزء العلوي من عظمه الايه؟ القص. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اي مما يلي يصف الفقره المتصله بزوج الضلوع العائم الاول بشكل صحيح. طيب فسر في دماغك كده زوج الضلوع العائم الاول ده بشكل صحيح اللي هي الفقره رقم كام؟ 18. طيب تتمفصل مع الفقره 19 بواسطه نتوءين مفصليين اماميين. يعني هي بتتمفصل ليا مع الفقره 19 بالاماميين بتاعها؟ لا، بالخلفيين بتاعها. تتمفصل مع الفقره 17 بواسطه نتوءين مفصليين اماميين. فعلا لو عملنا ال 17 كده يبقى ده هتتمفصل ليا من نتوءين مفصلين اماميين، يبقى الاجابه هتبقى ليها بالنسبه لي ايه؟ ب. الشكل المقابل يمثل منظرا علويا لفقره ظهريه. أي الأجزاء يتصل بها الضلع الأيمن. طيب أي الأجزاء بيتصل بها الضلع الأيمن؟ طيب هو الضلع عموما بيتصل ليا بإيه؟ بجسم الفقرة ونتوءها المستعرة. فين يا أستاذ جسم الفقرة ونتوءها المستعرة؟ رقم 2 ورقم 4 أو رقم 7 ورقم 5. طيب أنا عاوز هو عارف إيه بالضلع الأيمن؟ هو عاوز يعرف الضلع الأيمن. طيب ده بالنسبة لي منظر أمامي وده على إيدي اليسار، يبقى دي على إيدي اليمين هتبقى بالنسبة لي 7 و5. 7 وايه؟ و5. ليه؟ لان انت شفتها اهو منظر امامي بالنسبه لك او انت شفتها من اللي فوق، فالجهه دي بالنسبه لك على ايدك مين؟ على ايدك اليسار زي ما انت شايف دلوقتي الفيديو، فهي على ايدك اليسار. فطالما بالنسبه لك منظر امامي على ايدك اليسار يبقى هي جهه اليمين، يبقى هتبقى ليها الاجابه 7 و5. مش عارفها مثلها على جسمك على طول. جسم الفقره دايما بيكون ليها في اتجاه الايه؟ البطن. جسم الفقره بيكون ليها في اتجاه الايه؟ البطن. فحط الكتاب كده كأن جسم الفقره قصادك في اتجاه البطن، هتلاقي ان الضلع هيتصل ليه برقم 7 ورقم ايه؟ 5 اللي هو الضلع مين؟ الايمن. السؤال اللي بعده بيقول لك ادرس الشكل المقابل الذي يوضح احدى عظام الهيكل المحوري في الانسان. حدد اي تلك الاجزاء لا ينصح بالضغط عليها اثناء الانعاش القلبي الرئوي للاطفال. طيب لا ينصح طبعا الانعاش القلبي الرئوي للاطفال ان هو الضغط عليها اللي هي عين. اشمعنى عين بقى؟ عين ده بالنسبه له غضروفي بتتصل ليا مع العظمه فممكن يحصل لها عمليه ايه؟ كسر او عمليه فصل ما بين العظمه اللي فوق والعظمه والايه؟ والغضروف. عارف انت القرقوشه اللي بتكون موجوده عندك في الرجل بتاعت الفراخ كده؟ مش تحس ان انت لما تيجي تاكلها كده بتفصلها عن العظام؟ هي نفس الفكره. فما ينصحش ليا الضغط ان انا اضغط ليا على مين؟ على عين، على الغضروف، على الجزء الغضروفي من عظمه القاص. اما صاد لا، بينصح ليا الضغط عليه لانه بيتحمل ليا الضغط. ما لو صاد ما تحملش الضغط انا مش هعرف اعمل ليها انعاش. تمام؟ يبقى الجزء مين؟ عين هو الذي لا يتحمل ليا الايه؟ الضغط. اذا علمت ان الفقره الموضحه بالشكل هي الفقره المنصفه للعمود الفقري. الفقره المنصفه للعمود الفقري مين؟ 17. ماشي. طيب اي ما يعبر عن مكونات الفقره العظميه الموضحه بالشكل، عاوز يعرف مكونات. يتمفصل مع زوج الضلوع العاشر. والله تعالى نشوف. هل الفقره 17 بتتمفصل مع زوج الضلوع العاشر؟ والله فعلا بتتمفصل ليه مع زوج الضلوع العاشر. طيب يتمفصل مع النتوء المفصلي الامامي للفقره
18 لو حطينا فقره 18 فعلا هنا بتمفصل اللي هي مع المفصل الامامي الفقره 18، يبقى انا عندي هنا دي غلط ودي غلط. طيب يتمفصل مع 4 عظام. طيب هو بيتمفصل مع 4 عظام، 4 عظام. 4 عظام دول فين يا استاذ؟ فقره فوق، فقره فوق هنا كده، وفقره تحت هنا كده، وضلع هنا وضلع هنا، يبقى اداني كده 4 عظام. يبقى الاجابه تبقى بالنسبه لي د. السؤال اللي بعده بيقول لك من خلال دراستك للشكل المقابل اي البدائل التاليه صحيحه. طيب انت عندك بقى الرئه اهي، عندك الرئه. ايه اللي حصل ليا في الرئه؟ كانت صغيره وبعد كده كبرت، معنى كده ان انا عملت عمليه شهيق. طيب ده ده طيب بي بقى كانت كبيره وصغرت، عملت هنا عمليه زفير اللي هي مين؟ بي. هنا اتحركت ليا من للامام وللجنبين، يبقى الضلوع اثناء العمليه اتحركت تتحرك للاسفل والخارج؟ لا. تتحرك للامام والجنبين؟ صح. تتحرك للخلف؟ لا. يبقى عندي باء ودال. طيب العضلات الخارجيه الموجوده بين الضلوع اثناء العمليه اثناء عمليه الشهيق وانت بتاخد نفسك كده، العضلات هتنقبض ولا تنبسط؟ اعملها كده، خد نفسك كده، هتلاقي صدرك طلع لقدام، فالعضلات بالنسبه لك بتاعتك انقبضت، يبقى حصل لها انقباض. صح هنا وصح هنا برضو. طيب هل بقى لما انا اعمل بقى العمليه بي اللي هي العمليه اثناء الظفير، يعني لما خلاص الهواء بقى يرجع كده وترجع حاجه كلها حاجه لاصلها، ايه اللي هيحصل لتجويف الصدر بتاع حضرتك؟ هو كان كبير، كان مد قدام كده، بعد كده ايه اللي حصل فيه؟ قل لي التجويف الصدري. يبقى الاجابه هتبقى بالنسبه لي د. وانتظرونا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، هنكمل حل الهيكل الطرفي والمفاصل والاربطه والاوتار والغضاريف. انتظرونا ودعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي تعليق على الشرح وعاوزين اي حاجه تتحل ادونا كومنت، واسفين على تاخير. سلام.